الحمد لله. سمعنا ما شاء الله في هذا الجمع المبارك، وليس لدينا من كلام، إنما جينا نستمع الكلام. وتحركت في المشاعر، اهتزت الخواطر، ذكريات سابقة وقديمة. وقد كنا نأتي في مثل هذه الليلة مع الحبيب حسن الشاطري، مع بعض الإخوة الطلاب، يحضر معنا الحبيب عمر بن علوي الكاف وبعض الأحباب. فصارت الذكريات ما شاء الله، والليلة ما شاء الله في هذا المولد الكريم، في هذا الجمع العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على خير. وكما قلت لكم ليس لدي كلام، فالكلام لأهل الكلام والأهل التذكير والوعظ والتأثير. لكن أيضا فيما قرأت في إحياء المعالم في ترجمة العم أحمد العالم، ذكر قصة وقعت في هذا المكان. يقول أن الحبيب عبد الله الشاطري اجتمع هو والحبيب محمد بن علي الحبشي والشيخ سالم سعيد بكير والعم أحمد بن علوي الحداد. قال ودار بينهم الشاهي، أخذ الحبيب عبد الله الشاهي هكذا وأعجب به. قال نريد كلام في الشاهي بمدح أو ذم. قال الشيخ سالم ما يصلح الذم، ما يصلح إلا المدح. وحولوا على الحبيب عبد الله الشاطري أن يبدأ. قال وإذا الهموم تناثرت وتكاثرت فاعمل لها براد شاهي معلمي، مخضرة جنباته فاعجب لها من جنة الخضراء فوق جهنمي. حولوا الكلام إلى الحبيب محمد بن علي الحبشي. أتى بأبيات والده هذه المشهورة: راق طعم الشراب من ذا الشاهي فتناهى في الحسن أي تناهي، ونعم الشراب ذوقا ولونا ما له في مثله من مضاهي. قال ايش؟ لا تسل عن ذوقه قد وجدنا من حلاواه ما يذاق في الأفواه. نعم. قال ايش؟ ورأوا أنه ايش؟ وامتلاء الكؤوس قالوا معيب، ورأوا أنه على النصف زاهي، القصيدة المشهورة. فجاء الكلام إلى العم أحمد. قال وكاس يزال الهم عنا بشربه، ولا سيما إن كان فيه حوائج. شراب لذيذ الطعم حلو كأنه رضاب العذارى حين تدنو اللواعج. قال ايش؟ رعى الله أياما بعيديد قد مضت على شربه لم تدن منا الزواعج. نروح أقراص المغيب كأنها كرات ونحن بينهن الصوالج. فهذه ما شاء الله يعني كلمات أدبية، وكيف كانوا في أذواقهم في أدبياتهم. فنبدأ الكلام كما قلنا لأهل الكلام، والعفو منكم والسلام. الحمد لله على التذكر، والحمد لله على التنور، والحمد لله على التبصر، والحمد لله على اقتفاء الأثر، والحمد لله على وجود التأثر النافع، التأثر بالنور، التأثر بالوجهة الصادقة، التأثر بالإقبال على الحق، التأثر بالاتباع لنبي الحق، التأثر بسر المحبة في الله تبارك وتعالى التي إذا حلت في قلب ساقته إلى المحبوبية من الله تبارك وتعالى بشاهد ما تحاب اثنان في الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. وهكذا يقول الرحمن في الحديث القدسي فيما يرويه لنا سيد الأكوان: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في. وهكذا الذين ذكرهم هؤلاء من شيباننا ومن رجالنا الذين مضوا ما وصلوا إلى مثل ذا المكان ولا زاروه إلا بأسرار هذه المحبة في الله تبارك وتعالى. ومن خلفهم بعد ذلك، وما كان إذا يأتي الحب حسن وحين الحب مهدي، ومن قبلهم ومن بعدهم الحب عبد الله كان ينزل بجماعة من طلبة الرباط في كل ليلة سبت إلى هذا المكان، ويتردد عليه الأكابر بعد الأكابر والصالحون وعامة أهل البلدة. وكما سمعتم في القصائد يقضي الله تعالى حوائج، ينيل مطالب، يدفع مراهب، ويرفع متاعب ومشاغب ومصائب بالفضل منه سبحانه وتعالى.
وكان يأتي أيضا الوالد عليه رحمة الله من مدرسة الأوابين في آخر ثلاثة في الشهر إلى هذا المكان، ويقرأ فيه هذه الحضرة التي يقرأها في كل ثلاثة في مربعة الحبيب عبد الرحمن المشهور عليه رحمة الله. ولما يكون المدرس في الأوابين في آخر ثلاثة في الشهر ينقلها إلى هذا المكان ويقرؤونها في هذا المكان. والقصد أنها كانت سير واقتفاء أثر مضى عليه من غبر مسلسل إلى النبي الأنور والحبيب الأطهر صلى الله عليه وآله وسلم. إن تذاكروا وإن نثروا وإن نظموا وإن حركوا المشاعر وإن طيبوا النفوس بشيء مما يجري من كلام الأدب وغيره، لهم الاقتفاء لسيد العجم والعرب، وهي صلات تثبت لكل مؤمن على قدر إيمانه، ولكن على قدر صفاء هذا الإيمان. وصفاء هذا الإيمان بصفاء الفكر، وصفاء الفكر بصفاء موطنه وهو القلب، وهذا العقل من الإنسان إذا صفاء وصفاؤه بصدق إقباله على الحق جل جلاله والتنقي عن مختلف الشوائب اللافتة له إلى غير الخالق سبحانه وتعالى. إذا تنقى عن ذلك وصفاء صار الإيمان هذا الصافي الذي يصفه صلى الله عليه وسلم في سؤاله الحق سبحانه وتعالى: أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبته علي، ورضني بما كتبته لي. يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الإيمان القوي الذي إذا قوي في القلب واستولى عليه وأورث اليقين من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين، يتشرف المؤمن أنه يتلقى أشرف ما ينزل من السماء إلى الأرض، فما نزل من السماء إلى الأرض أشرف من اليقين، كما ذكر الإمام الحداد عليه رحمة الله تبارك وتعالى في أول كتابه رسالة المعاونة، وفي الفصل الأول الذي ابتدأوا بتحسين اليقين، وذكر أنه ما نزل من السماء إلى الأرض أشرف من اليقين، فهي أعظم عطية يعطيها الله سبحانه وتعالى عباده، والله يوفر حظنا منها. هذا المجيء وهذه المشاعر أيضا المتحركة والتذكر للأيام الماضية والخالية مع الصالحين داخلة في دائرة المحبة في الله تبارك وتعالى، وفي دائرة قصد وجهه الكريم جل جلاله وتعالى في علاه، لأنه سبحانه وتعالى جعل المركز لحقائق الإيمان سر المحبة والتولع القلبي. فإن كان بالله وبرسوله ومن أجل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، جاء التولع بالأهل البيت الطاهر وبالصحابة الأكابر وبالعارفين أهل المفاخر وبالمؤمنين خاصة في الولاء الذي قال عنه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. اللهم اجعلنا منهم بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. إذا كان كذلك فهذا التوجه العلوي دليل صحة الإيمان والصدق في الإيمان، بل موجب للمعية وقت الحشر مع من والاهم ومع من أحبهم، فالمرء يحشر في حديث المصطفى مع من أحب. ولكن إذا انحرف هذا القلب وصار يحب الفانيات والزائلات، ثم صار يحب المعاصي من أجل ذائدها الوقتية القليلة القريبة الموجبة للهم وللغم وللكدر وللعذاب وللألم وللتعب، وصار يحب مثل هذا، وصار يحب لا لأجل الله سبحانه وتعالى، لمجرد الأنس الطبعي أو لنيل شيء من المال أو لوجاهة بين الناس أو لمصلحة من المصالح، فصار قلبه يتحرك بالمحبة بهذه الدواعي، دل على أن القلب نزل وتسفل وصار مظلما والعياذ بالله تبارك وتعالى، فما يحب في الله ولا يحب من أجل الله جل جلاله. وذكر لنا الإمام الغزالي في هذه الحقائق الموروثة عن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم أنه عند صفاء